اتفاجئنا الصبح، والحقيقة احنا ما اتفاجئناش قوي يعني، بجريدة فيتو وهي بتتكلم عن عقد أحمد مصطفى زيزو مع النادي الأهلي، وإن في جهات رقابية طلبت توضيح عاجل، لأنهم لقوا إن عقد أحمد مصطفى زيزو اللي الأهلي مسجله في اتحاد الكورة قيمته 5 مليون جنيه سنويا فقط لا غير. والحقيقة المتابع الجيد يعني للتصريحات او للتسريبات اللي بتتم من وقت للتاني هيشوف ان دي ممارسات دائمة من النادي الاهلي. بيعمل كده على طول الوقت، بيقدر ان هو يتهرب من التزاماته تجاه مؤسسات الدولة زي الضرائب والتأمينات وغيره عن طريق اللعبة اللي هو بيعملها دي. بيروح الراجل بياخد 50 60 مليون، بيسجل ان هو بياخد 2 3 مليون، وبالتالي ده بيسمح له ان هو ما يدفعش الضرائب كامله، ما يدفعش التامينات كامله، والحقيقه العيب مش عليهم. فلغايه امتى المسؤول عن ده هيسمح بان القصه دي تفضل مستمره وان التلاعب ده يفضل موجود؟ وطبعا الكلام مش ليك صديقي الاهلاوي، انا عارف انك مؤمن بان كل حاجه ماشيه غلط الا الرياضه عندنا في مصر ماشيه زي السيف. ويا عالم مع نهايه الحرب دي الجنيه الاهلاوي هيوصل لكام؟